لكن احنا بنتكلم على ان احنا مش عايزين ابدا واحنا بنتناول القضيه ديت اللي احنا بنعتبرها قضيه القضايا. قضيه القضايا قضيه منطقتنا بالكامل، وليها تاثير كبير جدا على الامن والاستقرار، وفي راي عام عربي واسلامي داعم جدا لهذا الامر ويتابع بشده كل ما يحدث فيها. اذا فكره النزوح او تهجير الفلسطينيين من القطاع الى مصر معناه ببساطة أنه هيحدث أيضا أمر مماثل، هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها واللي المجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ. غير قابلة للتنفيذ لأن الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود، وبالتالي أنا بحذر من خطورة هذا الأمر. بالمناسبة وأنا شرحت هذا الأمر مطولا للسيد المستشار الذي أبدى تفهما وتقديرا كبيرا للفكرة. الفكرة كلها إن نقل اللاجئين المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء ببساطة خالص ده عبارة عن إن احنا بننقل فكرة المقاومة، فكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل. وفي الحالة دي هيبقى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي. تقوم النهاردة في إطار رد فعلها تقوم تتعامل مع مصر على إن هي وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية. مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي محتاجين إن كلنا نساهم في ان الاستثمار الكبير اللي عملناه في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ. يبقى امر مهم ان احنا، وانا قلت هذا الامر لفخامة المستشار وبقوله في العلن، اذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في اسرائيل، ممكن قوي يتم نقل الفلسطينيين حتى تنتهي اسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة أو لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى بين إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية.